اخبارك وعلومات؟ والله ربنا صاحب الحمد لله. اللهم لك الحمد. الحمد لله رب العالمين. صار شيء بالله؟ نعم يا وليد. لا انت البارح حاكم قصر طلبتك. ايش طلب؟ طلب العقد اللي تمت عليه الامبراطوره والعقد حقنا اللي هنا. ايوه. ومن يدفع فيه بالاضرار والتدخين والشغلات اللي صارت في القصر. ايوه. فما ادري انتم كيف الموقف كذا مثل هذا ما ادري كيف والله ما ادري. والله يا ابو صقر ان احنا وانا بجي لعندك وانت تشوف انت فعلوا عليه الان حمله اعلاميه خليها على الله بس وبهذلا، والذي ارسلوا قالوا القاعه مجانا وانت الان تطلب لظهر هذولا، والقاعه تكلف بها صاحب القاعه وقال اني مجانا، وانا الان باجي انا ولجنه لعندك وتتكلموا هل القاعه مجانا ما ايش مجانا. انا الناس الان فضحوني وقالوا ان انا اللي اطلب، وانا حلفت لهم قلت لهم انا صاحب القاعه الان يدق علي يوميا وانا اناويه علشان ان في ناس وعدوني يديني الايجار، واليوم هذه يقولوا هلا مجانا وانت تلعب علينا يا جماعه الخير. كيف ما نجدري منهم؟ قالوا والله العظيم نتكلموا ان قال صاحب القاعه ان قال تفداك يا شيخ حمود القاعه ومن فيها. قلنا لهم يا جماعه الخير والله العظيم ان الرجال يطالبني، قلت لهم انا بروح اسلم نفسي له يبزني يسجنني ولا يفعل لي اي حاجه انا خلاص. خطاب مني، الخطاب من الاوراق من الطاعه من صاحب القاعه من المالك من المستاجر من اعطيك ورقه والله رافعينها كراسيهم حاطينها ورا في السور ويطلبوا حق فيها وطلب فيها، قالوا ما نعرف الا راعي الاقامه اللي عندك. والذي قال مجان اللي يقول لك مجان قول له تعال القاعه، تعال اتخذ القاعه، تعال اديها المالك وراعيها، تعال. لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي انا باجي لعندك واعلمك تشوف الحمله نزلوا علي من قبل عباس الضالعي تعرفه ولو كذا وفلان وفلان، قالوا ان انا اطلب وان القاعه دي مجانا وانه الرجال قال. قلت لهم والله يا جماعه الخير ان الرجال اللي طالبين، انا والله العظيم ما احد اعطاني ريال، ما احد اعطاني غير 700 ريال الذي وعدوني قالوا روح استاجر واحنا مستعدين نفعل لك كل حاجه. قلت لهم انا رحت استاجرت وانا الضحيه وفي ناس ارتفعوا من ظهري انا، لكن انا قلت لهم اولي اسلم امري للرجال صاحب القاعه يا يمهلني وادي له وانا اتحمله انا، يا يبزني يسجني الله يلعني لنا ترجع يسجني استاهل. والله يا ابو صقر لاجي لعندك يسجنوني والله ان انا استاهل، اقسم بالله ان انا استاهل واستجن وانا رافع راسي، وهؤلاء الانذال باذن الله عز وجل سيعرفهم الناس ويعرفهم الجميع لانهم خانوني. الله لا وفقهم في هذه الدنيا، الله لا وفقهم في هذه الساعه. ها؟ العتيبي فضحنا القاعه في الجيران في الناس كانوا تطلع يدين والله تخب يدفعوا كل شيء، القاعه حفروا الكراسي المالك نعم حاجه الكراسي بالحوش قال برفع عليك لك اضرار الشرطه، وانا اقول لا تيجي الرجال يجي معلش اللي رجال فيهم اللي كفوا فيهم واللي كله ولا تعال يا سلام عليك. عموما انا الان بجمعهم واحتمال لان في ناس الحين قلنا لهم يا جماعه الخير نروح للقاعه ونكلم الرجال تكلموا انتم، وحتى انا ارسلت لهم برقم قلت لهم هذا رقم صاحب القاعه يا جماعه الخير اتصلوا عليه، ما يعرف صاحب هذا موظف والله ما له دخل، وصاحب القاعه قلت لهم والله انه موقف ايجاره وراتبه وبيخصم من راتبه يا جماعه الخير. قلت لهم انتم الان خنكوني وانا صرت انا الضحيه. اطلب واحد فيهم من ابكر لا غيره ولا خارجني. الله المستعان. والله ما عرضوا يا ابو صقر، لا انا استاهل بيني وبينك، انا رفعت ناس من ظهري من ظهر القاعه واستفادوا ناس وانا الضحيه، انا لا غير انا اللي تمر علي راسي هذا امامك. خلاص بكره ابشر ولا ابشر انك ابشر. تحياتي لك يا ابو صقر. هيا شفت يا خالد المسقاف انتوا انس الخليدي هذا والشلال الفراق، شفتوه صاحب القاعه يا قليلين الذوق يلي ما تستحوش على انفسكم، شفتوه